السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ككل مره قلت لكم وصفه جديده ان شاء الله. رايحين اليوم نديروا نوع من المملحات لشهر رمضان ان شاء الله. وهذه التشكيله اللي راكم تشوفوا فيها كامل راح تكون في القناه تاعي. كل مره نحط لكم وصفه. عندي بزاف وصفات برك ان شاء الله نقدر وندير لهم المونتاج. اليوم نروح نوجدوا ان شاء الله الميني اكلير تاعنا. عندي هنا 150 غرام تاع الماء ولا 150 مليلتر، 100 غرام تاع الزبده، مغرفه صغيره تاع السكر، وعندي رشة نتاع الملح. نديرهم فوق النار يغليو ونضيف عليهم 150 غرام تاع الفارينة. هنا كنضيفوا الفارينة نقصوا كامل النار ومن بعد نبقاو نشفوا فيها حوالي دقيقة ولا زوج حتى وين تتشكل لكم كتلة واحدة، تولي هذيك لاباط تدور لكم كامل يعني كرة واحدة كما راكم تشوفوا. نبقى هكذا شغل نفركت فيها بالمغرفة حتى وين تنشفوها، ومن بعد نحيها ونحطها في غيسيبيون باش تبرد مليح. هنا كي استعملت لاباط تاعي ما كانتش فريمون يعني بارده جامده وما كانتش سخونه بزاف، تكون شويه تحسوا بها ابان دافيه. جبت قبل زوج حبات بيض ضربتهم، نبداو بزوج حبات الا خصونا نزيدو الثالثه. دونك هنا نضرب شويه العجينه ومن بعد نبقى نضيف في البيض بالعقل بالعقل حتى وين تتشكل العجينه تاعي تكون تتلاصق وتكون تبرق. هنا اللي ما عندهاش باتور تقدر تخدم بالفوي ولا بالمغرف يعني تاع الحطب تقدر تخدم عادي. دونك هنا درت هذوك زوج حبات تاع البيض بالعقل بالعقل كيما راكم تشوفوا، ونبقى نضرب الى لقيتوها مازالها تتفركت. هادو خاصه المبتدئات اللي ما يعرفوش عجينه الشو كيفاش نخدموها، راني حطيت لكم وصفه بالتفصيل. نبقى هكذا ندرب، شوفوا هنا راهي مازال ما تلمتش، دونك راح نزيد الحبه تاع البيض الثالثه. أنا هنا راحت لي لقطة من التصوير كيما كل مرة شغل كي يكون واحد مسروب وكامل. راكم تعرفوا ما ننتبهش يعني ما ننتبهش ساعات يكون التصوير راح لي منه لقطات. الوغ هنايا ضفت البيضة هذيك الثالثة وشوفوا القوام تاع العجينة كيفاش كان. هاوليك كي ترفدوها هكذا ما تقطع لكمش وما تجيكمش جارية. شوفوا طيح لكم بالعقل تشوفوها تبرق تاني، اكدوا لي على هذاك اللمعان. نجيب اندوي هكذا سامبل تكون صغيره كيما اللي نديرو بها لي ماكارون، ونجيب طابي سيليكون ولا ولا بابي هذا كويسون. ما يهمش انا حطيتها فوق هذا البابي طابي سيليكون. نشكل صبيعات صغار، الا شفتوا الحجم تاعهم راه بزاف صغير ما تشوفوش يعني تقولوا كبير ولا راه قد الصبع. نجيب هنا صفار البيض ندهنهم كامل بالصفار ونرش عليهم الفوق واش حبيتو. تحبيو سانوج انا درت هنا لي غران دو بافو اللي هما بذور الخشخاش. لي غران دو بافو درتهم، تحبوا ديروا سانوج ولا دجلان ولا كيما حبيتو. ونروح نسخن الفور تاعي على 200 درجه ونخليهم يطيبوا. هنا نوجدوا الكريمه تاع الجبن. عندي نص لتر تاع حليب عفوا، 3 مغارف تاع مايزينا، ومربع كبير تاع فخوماج فوندو. نحطهم فوق النار كامل وما نساوش الملح. نحطهم فوق النار كامل ونروحوا نوجدوا الكريمه تاعنا. شوفوا حتى تعقد لكم كامل. هنا بعد ما عقدت راح نحطها في هكذا في طبسي ولا، ونخليها تبرد لكم مليح مليح. وربما هنا نسرع في الفيديو هكذا باش ما نطولش عليكم بزاف لانه وصفه بزاف سهله ما تسحقش بزاف شرح. هاي ليك هنا بعد ما طابوا هذوك لي ميني اكلير تاعنا قلت لكم على 180 درجه حتى 200 درجه. كي تشوفوهم تغونفلاو تحمروا مليح كيما هكذا ياخذ لكم حوالي 40 دقيقه في الطياب. لازم ينشفوا مليح، لو كان ما يطيبوا لكمش مليح تفتحوا عليهم الفور رايحين يعاودوا يحبطوا لكم. شوفوا هنا من الداخل كيفاش جاو فارغين مقرمشين، جاو بزاف هايلين. دونك الطريقه راهي واضحه بزاف والشرح تاعي اكيد راهو واضح كالعاده. نروحوا الكريمه تاعنا بعد ما عقدت نعاودوا ندربوها من ضرب جديد حتى وين تشوفوها عاودت ولات لكم مليس كيما لا كريم باتيسير عادي. هنا نجيبوا لابوش تاعنا ونعمروا الميني اكلير. هنا فتحناهم بالمقص ماشي بالموس باش الشكل تاعهم ما يتخسر لكمش، ونعمرهم بالكريمه. هاد الكريمه تحبوا تنكهوها بالطون، تحبوا ديرولها بولي، تحبوا تخلوها هكذا كيما حبيتوا. دونك بعد ما نعمرهم كامل انا راح نزينهم من بعد هادوك لي زو دو لامب يعني البيض تاع السمك هاو يتباع. السعر تاعو ما نكذبش عليكم كل واحد وشحال يبيعوا. المهم هذا ماشي امر مهم تاع لي زو دو لامب يعني ماهيش حاجه مهمه في هذه الوصفه. الصح الوصفه تاعنا في لاباتا شو كيفاش تخرج لكم وفي الكريمه تاعها اللي بزاف بنينه. هنا زينتهم بالمعدنوس ونروح نضيف لهم مغرفه صغيره نتاع هذاك البيض تاع السمك. قلت لكم هذا اختياري، انا كي شريته كملت به كامل الوصفات باش ما يقعدش هكذاك خساره باسكو البخي تاعو شويه غالي. دونك نتوما الا شريتو وحده كيما هاد لابواط ديروها في الكونجيلاتور راح تجبدوا منها غير بالعقل وتستعملوها.
ها هو الشكل تاعهم كيفاش كان، والإضاءة على بالي راهي ناقصة بزاف لأنه صوّرت في الليل هذاك النهار، ما كانش عندي بزاف إضاءة دونك الأنواع ماهمش يبانوا مليح، وراح إن شاء الله في المرة الجاية نحط لكم كامل هاد الوصفات وحدة بوحدة حتى نكملوا الوصفات. تبقاو على خير، تهلاو في رواحكم، سلام.